اول فيديو يوتيوب على قناتي. يا جماعه الفيديو ده المفروض يجيب 100,000 فيو عشان اعرف اعمل لكم فيديوهات تانية، لان هو لو ما جابش 100,000 فيو هكسب انا ازاي؟ فلما مش هكسب مش هعمل فيديوهات. فده ان شاء الله يجيب 100,000 فيو. اللي انا هتكلم عنه النهارده اصابات الركبه. اصابات الركبه عشان هي كتير قوي، بتحصل كتير، رياضيين ومش رياضيين. طالع السلم اتصبت في ركبتي، نازل من السلم اتصبت في ركبتي، صحيت من النوم لقيت ركبتي ورمه، كنت بجري وبلعب كوره وحد دخل عليا فخبطني في ركبتي فطقت، ما قدرتش ادوس عليها بعد كده. بعدين رحت المستشفى وعملت رنين ومستني نتيجه الرنين. ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل في الركبه، ازاي نتعامل معاها وازاي نشخصها؟ فدول 3 حاجات انا هتكلم عليهم. اولا الركبه ليها تشريح، هما بالظبط عظمتين، عظمة الفيمر أو العظمة اللي فوق اللي هي بتمسك تحت في التيبيا. ماشي، يبقى احنا عندنا عظمتين فوق بعض كده وعاملين زي شكل كده مع بعض، فهي بتتحرك بالشكل ده على بعضها. يبقى هما عظمتين فوق بعض، فيمر وعظمة التيبيا، والاتنين عاملين شوية عاشق ومعشوق. اوكي، ما بين الفيمر اللي هي اللي فوق والتيبيا اللي تحت في هنا غضروف، اللي هو بنسميه الغضروف الهلالي او بالانجلش المنسكس. المنسكس ده هو ده اللي بيمتص الصدمات لما تيجي تجري بقى، تمشي، تعمل اي حاجه، ده بيمتص الصدمات. فانت لما بتتصاب فيه بتلاقي ان انت مع المشي ومع الحركه ومع الجري دايما في وجع. وحاجه اساسيه او عرض اساسي للناس اللي بتبقى عندها مشكله في الغضروف هو ان ركبتي بتقفش. هل ده بيجي مع الغضروف بس؟ لا، بس معظم اللي عندهم غضروف ركبهم بتقفش. تقفش يعني ايه؟ بتعمل لوك، يعني فجأة تلاقي ركبته قفشت وما بتتحركش، تاخد وقت لحد ما تفك، ممكن تقعد لحد نص ساعة أو ساعة. دلوقتي احنا عرفنا إنه الركبة فيها عظمتين فوق بعض، فيها من جوه الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، فيها من الجناب رباطين أساسيين، واحد اسمه MCL وواحد اسمه LCL، كل دول ممكن يتصابوا. طيب ايه تاني ممكن يتصاب؟ عندنا عضلة الأمامية من قدام، عضلة الخلفية من ورا، وعضلة السمانة. 3 حاجات ماسكين في الركبة أو قريبين من الركبة، لو اتصابوا يعملوا لنا مشكلة او يعملوا لنا وجع في الركبه، خصوصا عند اللعيبه. الرباط الصليبي، قطع الرباط الصليبي، والامامي بالذات. الخلفي ما بيتقطعش كتير، قليل قوي، لكن الامامي هو اللي لو قلنا في قطع في الرباط الصليبي غالبا بيبقى الامامي. الرباط الصليبي الامامي هو بيمسك ما بين العظمتين، برضو هحاول اطلع لكم صور الحاجات دي، ما بين العظمتين اللي هي الفيمر والتيبيا. فلما بيحصل له قطع بنضطر ان احنا يا نعمل حاجه من الاثنين، يا اما نخش عمليه. ساعتها في العمليه دي هم بيغيروا الرباط الصليبي، بيجيبوا مكانه وتر من عضله من ال3 دول، يا عضله الخلفيه يا الاماميه يا السمانه. ما بتختلفش في حاجه، وفي ابحاث بتتكلم في الموضوع ده، ما بتختلفش في حاجه انك تاخد من دي او من دي او من دي. بس مثلا لو واحد عامل عمليه في السمانه قبل كده، وتر اكيلس اتقطع، هو هينفع اخد له من السمانه؟ لا، لانه ده مكان اصلا اتعمل فيه عمليه قبل كده، مصاب او العضله ضعيفه او الوتر ما ينفعش يتاخد منه وهكذا. لكن ينفع اخد من الاماميه وينفع اخد من الخلفيه. الاشهر في مصر ان احنا بناخد من الخلفيه، بس حسب كل كيس. لكن ال3 لو هو واحد سليم ما بيفرقوش، الجراح هو اللي بيحدد ساعه العمليه هياخد منين. فبياخد من الخلفيه وبيحطوا مكان الرباط الصليبي الامامي، وبعدين نبدا بقى مرحله التاهيل بعد كده، ده هتكلم عنه في فيديو تاني. طيب غير الرباط الصليبي ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل قطع في الغضروف بتاع الركبه اللي انا قلت عليه من شويه، ممكن يحصل فيه قطع. هو بيبقى عامل زي الطبقه كده تخينه شويه من الغضروف ده، يعني معمول من كيميكالز مش هتبقى مهمه قوي، ملهاش فايده ان انتوا تعرفوها، بس هو معمول من الكيميكالز دي. مع الحركه، مع الاحتكاك، ممكن مع خبطه، مع وقعه، مع جري، الكلام ده كله ممكن يحصل فيه قطع. فلما بيحصل فيه قطع عندنا برضو حل من الاثنين، يا اما نخش عمليه، وده بيبقى الحل الاخير، وخصوصا في الغضروف. يعني في الرباط الصليبي قلت انه العمليه بتبقى غالبا اول اوبشن لو قطع كامل. الغضروف ممكن يتقطع باشكال مختلفه، فالغضروف ده مش شرط ان انا اعمل له عمليه. ماشي، وده اللي الابحاث برضو اثبتته، ان الغضروف ممكن جدا نعالجه من غير ما نعمل عمليه. ممكن نعالجه بان احنا نعمل تأهيل وعلاج طبيعي. طيب ايه التأهيل والعلاج الطبيعي؟ ان انا بشوف ايه المشاكل اللي عند الشخص ده. هل هو الفرد بتاع رجله ما بيقدرش يعمله، التانية بتاع رجله ما بيقدرش يعمله، ما بيقدرش يتمشى كتير، ما بيقدرش يجري. ممكن الحاجات دي كلها بنشوف ايه المشكلة فيها، وبعدين بنبدأ ان احنا نحط بقى خطة التأهيل بتاعتنا، وغالبا بتاخد من 2 لحد 4 أو 5 شهور حسب الحالة وحسب سنه. طيب بقى كده اتكلمنا عن الرباط الصليبي واتكلمنا عن الغضروف، كل ده برضو احنا بنتكلم عنه من على الوش، ما دخلتش في اي تفاصيل. طيب بعد ما اتكلمنا عن الرباط الصليبي والغضروف، ايه ممكن تاني يحصل؟ ممكن يحصل التهابات في المفصل نفسه، سواء ناحية الغضروف او ناحية الاوتار والاربطة اللي حوالين المفصل.
الالتهابات دي ممكن تحصل بسبب ايه؟ تحصل بسبب اوفرلود. في كونسبت مهم جدا في العلاج الطبيعي اسمه اوفرلود، بيحمل على الوتر ده بشكل كبير هو مش مستحمله. مثلا كنت متعود انك كل يوم تطلع تتمشى نص ساعة، نص ساعة دي بتتمشى لك فيها نص كيلو مثلا، فجأة بقيت تتمشى ساعة وساعتين وانت ما أهلتش ركبتك لده، او ما خدتش ده تدريجيا، اخدت ده بشكل سريع، ما مرنتش ركبك الاول، ما قوتش عضلاتك، فانت في حمل زيادة حطيته على ركبتك هي مش مستحملاه، فبيجي جسمك يديلك انذار يقول لك لا، انا هنا هيبقى في وجع بسبب انه في اوفرلود، والعضله دي او الوتر ده او الغضروف ده ممكن يتقطع في اي لحظه، فريح خليه يبقى عنده الم عشان ما يقدرش انه يضغط عليها بالشكل ده تاني، لحد ما يأهل او ياخد الموضوع تدريجي واحده واحده لحد ما بنرجع تاني للرياضه او للاكتيفيتي اللي هو كان بيعمله. ايه تاني غير الالتهابات؟ ممكن وتر من الاوتار اللي حوالين المفصل يتقطع، سواء انت كنت بتعمل اكتيفيتي او لا، حد خبطك، وقعت، اتكعبلت، ايا كان، ممكن يحصل قطع في وتر من الاوتار، وتر الاماميه، وتر الخلفيه، وتر السمانه. بس السمانه ده قليل قوي لان السمانه من فوق قليل جدا لما بيحصل فيها اي قطع، اللي بيحصل اكتر في اكيلس من الوتر من تحت. ممكن يحصل في وتر من اوتار العضله الضمه لان في منها كتير بيعدي على الركبه، فممكن يحصل قطع في وتر من الاوتار دي. وممكن القطع ده مش شرط يبقى قطع كلي، ممكن يبقى قطع جزئي، ممكن يبقى مزق. المزق عندنا 3 درجات، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. مزق درجه ثالثه ده اللي هو القطع الكلي. طيب ممكن يبقى مزق درجه اولى او مزق درجه ثانيه، ممكن حاجه من دول. عندنا حاجتين مهمين قوي برضو ممكن يحصلوا في الركبه، ايه هما؟ الباتيلر تندينوباثي. يعني ايه باتيلر تندينوباثي؟ عندنا صابونة الركبة، صابونة الركبة دي بيمسكها وتر مهم قوي اسمه الباتيلر تندون. الباتيلر تندون ده لو حصلت فيه التهابات او حصل فيه مزق يعمل لنا بين او الم في الركبة. وكمان لو انت بتطلع سلالم كتير هتحسه اكتر، لو بتتمشى كتير او بتجري هتحسه اكتر برضه. يبقى الباتيلر تندينوباثي ده من اهم اعراضه ان الوجع بيبقى شارب بين، يعني بوجع كده تحس ان هو بيجي للحظه تك كده اكني حطيت سكينه في الوتر ده. بيجي يظهر مع طلوع السلم ومع نزول السلم ومع الحركه، ومع الحركه الكتير بالذات. وعلاجه دايما بيبقى البروجريسيف اوفرلود. يعني ايه؟ يعني ان انا احمل على الوتر ده بس بالراحه جدا، اديله وقت ان هو يهيل، لان الاوتار اللي بيحصل فيها التهابات او بيحصل فيها مزق او ايا كان هي بتقدر ان هي تعالج نفسها وترجع تاني للطبيعي، بس ده بياخد وقت. ولو انا جيت مثلا قلت لك عندك مزق في قطع في وتر كذا، عندك مزق في وتر الاماميه، المزق ده محتاج شهر عشان يهيل، تقوم انت تنزل تقعد تجري وتلعب كوره مع اصحابك ومش عارف ايه، وبعدين ترجع تشتكي ان الوتر ده ما تصلحش، الوجع لسه موجود. ما هو انت لازم حاجة كنت بتعملها بكفاءة 100% دلوقتي مبقتش قادر تعملها بكفاءة غير 50%، يبقى تستنى وتأهل صح وترجع تاني، لكن ما تاخدش الموضوع حامي كده عشان المشكله ما تزيدش. ايه تاني ممكن يحصل؟ في حاجه بتحصل اسمها باتيلو فيمورال بين سيندروم. باتيلو فيمورال بين سيندروم دي هو وجع في الركبه، غالبا بيبقى ليه علاقه بالاوفرلود زي ما قلنا قبل كده، بس في احيان كتير ما بيجيش بسبب الاوفرلود، بيجي لسبب احنا مش عارفينه لحد دلوقتي، حتى في الابحاث ما يعرفوش ليه ده بيحصل. وجع في الركبه موجود طول الوقت، مش مرتبط بطلوع او نزول سلم او هكذا، ما بيروحش بالميه السخنه، بالميه الساقعه، بالتلج او بالكمادات السخنه. زي ما قلت ملوش علاقه بحركه، بيزيد وقت النوم بالليل. كل دي اعراض لحاجه اسمها باتيلو فيمورال بين سيندروم. طيب دي علاجها ايه؟ برضو علاجها ان احنا بنعمل تأهيل صح، ولكن في احيان كتير ممكن نلجأ للمسكنات او مضادات الالتهاب عشان تقلل لنا الالم شويه لان انت في حاله زي دي غالبا بيبقى فيه التهابات، مش هقول ان مفيش التهابات، بس التهابات مش مخصوصه للوتر نفسه، مش زي الباتيلر تندينوباثي، لا ده التهابات في مفصل الركبة عموما وناحية الصابونة كده. طيب في الحالة دي فمحتاجين نقلل الالتهاب شوية عشان الألم يقل شوية، عشان نقدر بعد كده إن إحنا نعمل التأهيل. لأن أنا لو باجي أعمل تأهيل وبقوي عضلة معينة والشخص ده مش قادر خالص إن هو يحمل عليها، ما أنا مش هقدر أبروجرس خالص، فأنا بديله مسكن أخلي الألم يهدى، أروح أعمل التمارين بتاعتي، وبعدين ارجع اقول له بقى ارجع والله للمشي او ارجع للاكتيفيتي الفلاني، بس عمري ما بخوفه او عمري ما بقول له ان انت مش هترجع. كده اتكلمنا في رباط صليبي، اتكلمنا في غضروف، اتكلمنا في مزق الاوتار،
اتكلمنا في حاجتين مهمين، الباتيلر تندينوباثي والباتيلو فيمورال بين سيندروم. 5 حاجات من اشهر الحاجات اللي ممكن تحصل، علاجهم كلهم قريب شويه من بعض، مش بيفرق قوي. دايما احنا بنقول كونسبت مهم قوي، ان احنا بنعالج السيمتومز مش بنعالج المرض نفسه. يعني ايه؟ يعني يجي لي واحد عنده قطع في الغضروف، بيمشي وممكن يجري وما بيجيليش وجع بالليل والوجع مش مستمر طول اليوم. طيب يجي لي واحد عنده باتيلر تندينوباثي اللي هي المفروض اقل من قطع الغضروف، لكن مش قادر يمشي، مش قادر يطلع السلم، مش قادر ينزل السلم. الموضوع ده بيأثر فيه فاكتورز كتير انا ممكن اتكلم عنها بعد كده، بس في الاخر احنا بنعالج السيمتومز او الاعراض اللي عنده، لكن مش بنعالج المرض نفسه. الجسم بيعالج المرض نفسه، بيبدأ يهيل مع الوقت لو فيه التهابات وفيه مشاكل، لكن احنا بنبدأ كعلاج طبيعي نبص على السيمتومز نفسها ونبدأ نتدرج في ان احنا نزودها ونعمل البروجريسيف اوفرلود.